طاجن عكاوي بالصوص البني والبصل، حاجة بجد هتعجبك أوي. المنظر لوحده يجوع، والصوص اللي نازل ده تحفة. ما تسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعالوا بقى نعمل طاجن عكاوي بالبصل، بجد تحفة. العكاوي معانا وبتبقى بالشكل ده كده. بعد كده بقى هترفعي حلة على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، وهتسيبهم لحد ما يسخنوا. اهم حاجة عندك الحلة بتاعتك تكون سخنة والنار بتاعتك تكون عالية، وهتنزلي بقطع العكاوي بتاعتك في قلب الحل. على فكرة ممكن تعملي الطريقة دي لأي قطعة لحمة انت بتفضليها، مش شرط خالص عكاوي، اي قطعة لحمة بتفضليها اعمليها بنفس الطريقة. بس اهم حاجة الحلة بتاعتك تكون سخنة والنار بتاعتك تكون عالية، وانت بتحطي قطعة اللحمة كده تسمعي احلى صوت تش وانت بتحطيها. كده الدنيا تبقى معاكي تمام. هتسيبيها بقى لحد ما تاخد اللون الاحمر الحلو اللي انت شايفاه ده كده. هتقلبيها على الوش التاني، بس برجع اقول لك تاني النار بتاعتك تكون عاليه، والحله او الكسروله او الطاسه اللي انت بتستخدميها تكون سخنه. وهتسيبيها لحد ما تاخد لون احمر حلو من جميع الاتجاهات زي ما انت شايفه كده. تكوني بقى مجهزه في التوقيت ده كده 3 بصلات كبار كده يكونوا محترمين، وقطعيهم شرايح. طبعا يفضل في الوصفه بتاعتنا دي انك تستخدمي البصل الابيض، بس كالعاده انا طلبت من بنتي جهز لي البصل، فجهزت لي بصل احمر، فطبعا مش هرميه هستخدمه. هتلاحظي كده ان الكميه كبيره، ما تقلقيش مع التشويح والتقليب الكميه ده هتنزل خالص وهتقل معاكي. البهارات بتاعتنا حبهان بودر او حبوب، كمان فلفل اسمر وبهارات لحمه، مش اكتر من كده، وورق لورا. البهارات العاديه جدا اللي بتحبيها للحمه ضيفيها. قلبي بقى وشوحي اللحمه بتاعتك دي، وبعد كده ضيفي البهارات، وبرضه هتديها تشويحه حلوه كده مع البهارات والبصل. زي ما اتفقنا انا ضفت فلفل اسمر وبهارات لحمه ورق لورا وحبوب حبهان، حابه تضيف اي حاجه تانية تمام. والملح هنضيفه في اخر 10 دقائق. هنزل بكوبايه ميه مغليه وههدي النار بقى كده للوسط وهسيبها لحد ما تستوي، ومن الوقت للتاني كده هبص عليها. بعد كده بقى ترفعي طاسة على النار، تنزلي فيها كده بمكعبين من الزبدة، عليهم معلقة من الزيت ومعلقة صغيرة من السكر، وهنكرملها. معلقة السكر دي اللي هتدينا اللون البني الحلو للصوص بتاعنا. وطبعا انا في الخطوه دي جهزت لنفسي البصل، برضو 3 بصلات كبار كده، بس بصل ابيض طبعا، ونزلت بيهم وهفضل اقلبهم كده لحد ما يتكرملوا معايا وياخدوا اللون ده. هتظبطي الملح بتاعك طبعا لان احنا ما ضفناش للحمه ملح، ونفس البهارات بتاعتنا بهارات لحمه وكمان 7 بهارات وفلفل اسمر. وقلبي بقى البصل ده كده وانزلي بيه على اللحم. قلبي بقى وشمي احلى ريحه. احلى طاجن عكاوي هتعمليه او اي لحمه بالبصل هتعمليه، بجد تحفه قوي. في طاجن بقى او في بايركس، ولو انت عاوزه تستغنى عن الخطوه دي خالص ممكن تسيبيها اخر ربع ساعه في الحل على البوتاجاز. طاجن بقى وتنزلي بقطع اللحمه بتاعتك بالشكل ده كده، والصوص بتاعك على الوش. الفرن بتاعك سخن على درجه حراره متوسطه، وهتدخلي الطاجن بتاعك الفرن حوالي كده ربع ساعه كمان بالشكل ده كده، ويطلع معاكي بالشكل ده كده. احلى طاجن لحمه بالبصل والصوص البني ممكن تعمليه. اللحمه دايبه مستويه، الريحه والطعم خطير، والصوص البني بقى اللي نازل من اللحمه ده كده في حته 10. مستنياكم بقى تجربوه وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش باللايك والفولو. وقبل اي حاجه ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام.